إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الذين بلغوا لنا هذا الدين صافيا نقيا لا لبس فيه بوجه من الوجوه، فرضي الله عنهم وأرضاهم ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوة العقيدة والإسلام، يستقبل المسلمون بعد أيام قليلة موسم الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، فيجب على المسلم أن يعرف معاني الحج وأحكام الحج. إخوة الإيمان، ينبغي للمسلم ويجب على المسلم الذي لم يحج ولديه الاستطاعة أن يبادر لتأدية فريضة الحج، لأن العبد لا يدري ماذا يحدث له. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من تأخير الحج مع الاستطاعة، حيث جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولذلك إخوتي في الله، ينبغي للمسلم أن يبادر إلى أن يسقط عن نفسه هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، ويجتهد على أن يأتي بمناسك الحج على الوجه المطلوب، فيحرص على الإتيان بالأركان والواجبات ويتحرى السنن. ولذلك قبل أن يغادر الحاج يجب عليه أن يكون ذا توبة صادقة، يعزم على التوبة ويرجع الحقوق إلى أصحابها. ولذلك يقول الشاعر: لئن حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. للأسف يا إخوة، البعض يحج بالمال الحرام ومال السحت. فلذلك يا عبد الله، تحرى أنك قبل أن تذهب إلى الحج أن تتحلل ممن معه لك مال، أو غيبة أو نميمة أو كذب أو تحريش بين الجيران أو سوء ظن. هكذا يا إخوتي في الله. ثم ذكر أهل العلم أن أركان الحج 4. احذر يا عبد الله أن تسقط ركن من هذه الأركان، فإن حجك لا يصح، وحتى لو ذبحت دم لا يصح. ولذلك قال أهل العلم: الركن الأول من أركان الحج الإحرام، الذي هو نية الدخول في النسك، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ويستغرب البعض: هل ممكن إنسان يذهب إلى الحج بدون نية؟ نعم. بعضهم للأسف يا إخوة يركب الباص وينسى نفسه ويتجاوز الميقات ولا ينوي ولا يفكر في نية الحج، ثم تجد نفسه قد تجاوز الميقات، وعندها ترك ركنا من أركان الحج
وهو نية الدخول في النسك. الركن الثاني يا عباد الله الوقوف بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحج عرفة، يعني إذا لم تقف في عرفة فإن حجك باطل. وأيضا يستغرب البعض، هل ممكن إنسان يذهب؟ نعم، أنا أعرف شخص عندما ذهب ورأى الزحام ورأى التعب ترك الوقوف بعرفة وذهب إلى مدينة جدة. أنا أعرف شخصا هكذا، حجه باطل غير صحيح. الحج عرفة. ثم أيضا الركن الثالث طواف الزيارة، يقال طواف الإفاضة، كما قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فطواف الإفاضة يجب على الحاج وركن من أركان الحج أن يؤديه. ثم أخيرا السعي، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة. ولذلك للأسف بعض الحجاج إذا ذهب إلى مكة تجده مع شدة الزحام تجده يستثقل أنه يسعى، فلا يسعى فحجه باطل. ثم أيضا ذكر أهل العلم واجبات الحج التي من تركها، انتبهوا، من تركها لا يبطل حجه، لا يبطل، لكن ماذا بارك الله فيكم يجب عليه أن يذبح ذبيحة. أولها وجوب الإحرام من الميقات المعتبر، أي أن يكون الإحرام من أحد المواقيت المحددة كما حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، السعدية، ذات عرق. نعم، ولذلك وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لذلك من تجاوز الميقات فعليه فدية، يذبح شاة لفقراء مكة. ثم أيضا مما يفرط فيه كثير من الناس وهو من الواجبات الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا. بعض الحجاج للأسف يأتي يمر مرور هكذا على عرفة، للأسف يقول لك شمس وحرارة، فهذا الذي يدخل عرفة ثم ينطلق ويخرج من عرفة ولا يقف في عرفة إلى الغروب فهذا عليه فدية. أيضا المبيت بمزدلفة لمن ليس له عذر، لغير أهل السقاية والرعاية الذين لهم أعذار ومعذورون. فإن بعض الحجاج للأسف مشكلة يا إخوة، تجده يدفع 15,000 ريال سعودي ويتعب ويذهب بالباص، ثم هكذا يقول لك حطها في رقبة المطوع، الشيخ حطها في رقبة المطوف الذي ذهب بنا إلى الحج. لا ينفعك، لن ينفعك، لا بد أن تبيت بمزدلفة. ولذلك من ترك المبيت بمزدلفة عليه أيضا فدية دم يجب أن يذبحها على فقراء الحرم. رمي الجمرات، وهذا أيضا مما يفرط فيه بعض الحجاج ممن ليس عنده عذر، فتجده يستطيع أن يرمي الجمرات ويقول لك لا، زحمة، تعب، أنت جئت من آخر الدنيا ودفعت الأموال وخسرت، ثم تأتي للأسف تترك رمي الجمار فعليه دم. ثم الحلق أو التقصير، وهذا موجود يا إخوة. بعض الناس ما يحلق، يقول لك لا أنا راسي بيتشوه الناس يشوفوني محلق أو مقصر، فهذا إذا ترك الحلق والتقصير عليه دم وفدية يذبحها لفقراء الحرم. أخيرا طواف الوداع، طواف الوداع أيضا من واجبات الحج. بعض الحجاج يا إخوة للأسف يقول لك بيمشي علي الباص، لا، أنت لابد أن
تسأل متى سيتحرك الباص، حتى لو أنك تستعد من صلاة الفجر بعد أن تصلي الفجر قبل أن يتحرك الباص وتطوف طواف الوداع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا آخر حجكم الطواف بالبيت. وإذا كان الحاج متمتعا عنده نسك التمتع أو القران فعليه هدي واجب وهو ذبح شاة، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. والباقي أيها الأحبة من أفعال الحج كما قال أهل العلم تعتبر من السنن التي يحرص الإنسان عليها. انتبه يا عبد الله، بعض الناس يقول لك ذل سنة، لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فليحرص الحاج على طواف القدوم، المبيت بمنى ليلة عرفة، الاطباع والرمل عندما تكون في الطواف، تطبع وترمل في موضعها، وتقبيل الحجر الأسود إذا استطعت، الأذكار والأدعية، صعود الصفا والمروة. ولذلك ننتبه أيها الأحبة. أيضا يجب على الحاج إذا كان متمتعا أن يعرف عندما يذهب من هنا إلى الميقات أن أركان العمرة 3: الإحرام والطواف والسعي، وواجبات العمرة الحلق أو التقصير والإحرام من ميقاتها. ولذلك قال أهل العلم: الفرق بين الركن والواجب والسنة أن الركن لا يصح الحج به ولا العمرة، فيجب أن، وأما الواجب يصح الحج مع تركه، لكن يجب أن يفدي بذبح شاة عند جمهور العلماء. وأما سنن الحج فيثاب فاعلها ولا تؤثر على صحة الحج ولا يعاقب تاركها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، نحمده سبحانه ونصلي ونسلم على النبي المختار وآله وأصحابه الأطهار ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم القرار. أما بعد، إخوة الإيمان، إن شعيرة الحج التي يستعد لها المسلمون بعد أيام هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وهذه الشعيرة يا إخوة لو طبقها المسلمون حق التطبيق لفتحوا بيت المقدس ولانحلت مشاكل المسلمين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن الحج يا إخوة ليس المقصد أنك تذهب وتطوف وتقف بعرفة وكذا، لا. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الوداع، ودع فيها سيدنا محمد الأمة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا.
الله أكبر. للأسف يا إخوة كم نرى من المسلمين ممن يحج إلى بيت الله وهو ما يعرف معاني الحج، تجده يرتكب الشرك والبدع والخرافات والخزعبلات وما يغضب رب الأرض والسماوات من المعاصي والكبائر والذنوب والموبقات. ماذا فعلت يا عبد الله؟ أنت تريد الحج. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. طاهر كيوم ولدته. ولذلك الله يا معاني الحج كثيرة. ولذلك قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ليس العبرة أنك تذهب وتذبح الدماء وتذهب تقف بعرفة ومنى ومزدلفة تمكث، لا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الحج يربي المسلمين على تقوى الله، معنى العبودية، الاستسلام لله، الانقياد لشرع الله. عندما يأمرك الله بأمر لا تقول يمكن أفعل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. ما في خيار، ما في أو واحد واثنين، خيار واحد. ولذلك حذرنا الله تعالى، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك الله يا إخوة، الحج معاني عظيمة. لو أن المسلمين طبقوا معاني الحج والله لاتحدت الأمة الإسلامية. الحج يثير في النفس شعور بالأخوة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ما فائدة الحج عندما يجتمع 5 مليون مسلم وهم والعياذ بالله متقاطعون، الدول كلها تمكر لبعضها على بعضها البعض، الدول متنافرة والشعوب متحاقدة. وللأسف الشديد ما فائدة أنك تقف بعرفة وتؤدي هذه المشاعر وأنت لم تعلم أن هذه أحكام عظيمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك أعداء الإسلام من اليهود يا إخوة والنصارى وأمريكا قاتلها الله تريد أن يكون الحج هكذا صورة، يعني خلاص، يعني مثل إيش الصورة، تذهب تقف ثم ترجع وانتهى الأمر. لا، الحج له معاني عظيمة ومعاني جليلة لو طبقها المسلمون والله وبالله وتالله لن يبقوا أذلاء، لن يبقوا صغراء حقراء، ولن يبقوا عالة على الأمم المتحدة. لو طبق المسلمون معاني الحج لانتصروا. كما قال الله تعالى: الحل في كتاب الله، لكن للأسف كثير من الناس يبعد ويغفل عن الحل. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. إذا أردت أن تزين بلادك انصر الله، وحد الله، أقم بما وجب عليك من التكاتف والتعاون والتآزر. الآن أعداء الإسلام زرعوا بين المسلمين هذه الجنسيات والأقاليم: أنت يمني، أنت سعودي، أنت إماراتي، أنت كويتي، أنت مصري، أنت سوداني. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. ولذلك الله يا إخوة، الله في استشعار معاني الحج حتى نؤدي الحج ونحن على خير. لا يجوز لك يا عبد الله أن تؤدي الحج ثم ترجع إلى بلادك
وأنت كأن شيء لم يتغير، تبقى تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تبقى فيك الغيبة النميمة، ترجع من الحج ويبقى فيك التحريش بين الجيران والفتنة والحقد والحسد. لئن حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما.